على قد علمي ان اي منظمه مانحه او منظمه مموله بيبقى موجود عندها كل البيانات ونشراها لاي حد خد تمويل او خد اعانه او لان دي اساسا قنوات شرعيه للتمويل. نعم، يعني سأعود إليك محمد وأعطيك الفرصة للرد في هذه النقطة، لكن معي على الهاتف الآن سيادة اللواء حسن الرويني عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. أهلا بك معنا سيادة اللواء. أهلا أستاذ أحمد. نعم سيادة اللواء. أهلا بضيوفك الأعزاء يعني. نعم سيادة اللواء، لماذا اتهمتم حركة شباب السادس من إبريل بمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب؟ أنا بس هرجع شوية. أنا الأول بشكر الأستاذ كريم محمود، هو امبارح كان عامل تغطية جيدة للأحداث في ميدان العباسية. حركة 6 أبريل زي ما الأخ اللي كان بيتكلم أنا ما اعرفش اسمه إيه يعني محمد إبراهيم، هو عضو مؤسس في الحركة. الأستاذ محمد إبراهيم. الأستاذ محمد إبراهيم قال بعض النقاط بس أنا أحب أعلق عليها. تفضل سيادة اللواء. أولا إحنا لم ننتزع أو لم نحصل على شرعيتنا من ميدان التحرير. إحنا حصلنا على شرعيتنا بإعلان دستوري واستفتاء شعبي. 77% من الشعب أيد إجراءات وتواجد المجلس العسكري. لما نرجع بقى للأحداث لغاية يوم 28 لما نزلنا الميدان، أنا من يوم 28 موجود في الميدان وحتى الآن يعني أنا لم أبعد عن الميدان. لما نزلنا 28 ميدان الأستاذ أحمد يقول لك يوم 29 كان في كام واحد في الميدان. بعد ما الثوار وليس الشباب، الثوار اطمأنوا أن القوات المسلحة تحميهم، بدأ ميدان التحرير يأخذ شكل آخر تماما. بدأوا الأعداد تزيد، بدأت يبقى في منصات، بدأوا يقولوا آرائهم. كان في مجموعة في الميدان اسمها مجموعة الحكماء وهي كانت تدير العمل في الميدان. أنا يمكن أذكر بعض الأسماء فيهم وهم جم قابلوني كلهم في يوم 3 فبراير في المتحف المصري. الأستاذ عبد الجليل مصطفى، الأستاذ الدكتور بلتاجي، الأستاذ جورج إسحاق، الأستاذ أبو العز الحريري وده حزب التجمع وأصلا اسكندراني وأنا كنت أعرفه من قبل. نعم. كانت هناك مجموعة يطلق عليها مجموعة الحكماء داخل ميدان التحرير. تنينا معاهم حتى يوم 11 فبراير نحمي ونؤمن ماديا ومعنويا، وكان اي حاجة بيطلبها الثوار اللي داخل ميدان التحرير وليس الشباب، ما كانش لسه نعرف بقى حركات الشباب والائتلافات والكلام. بعد سقوط النظام بدأ بعدها ب5 أيام يشكلوا حاجة اسمها اللجنة التأسيسية أو حاجة زي كده. عموما الائتلافات كلها شكلت بعد هذا التاريخ. بالظبط كده. بدأ يظهر هناك ائتلافات وبدأ يحصل بينهم بعض التناحر. فجاء الأستاذ أحمد منصور من قناة الجزيرة وقام بتشكيل ما يسمى اللجنة التأسيسية أو ما إلى ذلك، واجتمعوا هم كانوا تقريبا 10 مجموعات في هذا التوقيت. بدأت القوات المسلحة تتولى إدارة شؤون البلاد بشرعية ليست من الثوار ولكن بشرعية من وضعها كجهة سيادية وحيدة مستقرة ولديها القدرة على التأثير في الأحداث سواء داخلية أو خارجية. وبدأنا ندير شؤون البلاد، وبدأنا بالإعلان الدستوري أو التعديلات الدستورية ثم الاستفتاء، وطلع الإعلان الدستوري 63 مادة 62 مادة ومادة إعلان، وبدأت الأمور تأخذ مناحي كثيرة ومتعددة، وبدأ المحاولات مش لتغيير النظام ولكن لانهيار الدولة. والأستاذ أحمد لما بمعنى يعني سيادة اللواء في النقطة دي لو سمحت يعني أريد توضيح، يعني إيه بدأت المحاولات لانهيار الدولة؟ أيوة الأستاذ أحمد إذا كان هو من اللي تدربوا في صربيا، أنا ما أعرفش هو اتدرب في النيو جينيريشن دي ولا ما اتدربش فيها. أستاذ محمد إبراهيم. أيوة الأستاذ أحمد إبراهيم اللي هو يعني أنتوا رصدتوا بعض الشباب تدربوا في صربيا؟ طبعا. معانا أسمائهم وكل بياناتهم. طب ليه ما اعلنتوش عن الكلام ده سيادة اللواء؟ والله احنا قلنا ده مرحله كانت سابقه واحنا نسيبها دلوقتي. الاستاذ احمد اللي قدام حضرتك ده يقول لك ان الدوله بيشبهوها بشابوه تحته مجموعه من الاعمده دي 5 أعمدة او 6 أعمدة. الكلام ده موثق. الشرطه والجيش والاعلام. لكن سيادة اللواء أيوة. الاتهام ل 6 ابريل بالوقيعه ما بين الجيش والشعب من خلال بيانكم
رقم 69 كان اتهام مرسل. يعني فين المستندات اللي تقول ان هؤلاء في 6 ابريل تلقوا دعم من الخارج او تلقوا تدريب في صربيا زي ما حضرتك بتقول؟ لا، التدريب في صربيا موجود والدعم موجود، والاتهامات لما المجلس الاعلى بيصدر بيان ما بيصدرش بيان مرسل. اشمعنى 6 ابريل؟ هو ده السؤال اللي انا سالته لحضرتك، اشمعنى 6 ابريل؟ في 220 ائتلاف وفي حوالي حاجه و30 حزب موجودين حاليا على الساحه. اشمعنى 6 ابريل؟ احنا عندنا مبرراتنا وعندنا اسبابها وكل حاجه يكون. ليه ما اعلنتوهاش سياده اللواء علشان الامور تبقى واضحه؟ ليه ما اعلنتوها بمستندات ووثائق ان 6 ابريل تلقت اموال من الخارج وتلقت تدريب في صربيا كما تقول حضرتك الان؟ ليه ما اعلنتوش ذلك؟ التدريب موجود، والعلامه بتاعتهم علامه بتاعت الثوره الصربيه. العلامه بتاعت الكف المقفول دي العلامه بتاعت صربيا. يعني سياده اللواء اين المستندات؟ يعني هتعلنوها امتى على الراي العام؟ كل حاجه وليه وقتها، ولما نعلن مستندات يعني لازم في ناس هتبقى في وضع مساءله عشان ما يبقاش كلام مرسل. لكن سياده اللواء يعني في اسماء معينه في 6 ابريل تلقت هذه الاموال، ولا هي كمنظمه هي اللي تلقت باكملها الاموال من الخارج؟ يعني انا مش هدخل في التفصيلات برضو لان الموضوع ده انا مش من حقي اتكلم فيه، لكن في بيانات ومين اللي اتدرب هناك واتدرب امتى واتدرب على ايه وايه اعمده الدوله اللي لو انهارت الدوله كلها تنهار. اسمح لي سياده اللواء، مين الجهات اللي مولته؟ هو الاستاذ احمد ممكن يقول لك هو اتدرب في صربيا ولا ما اتدربش. حضرتك اللي بتقول والله لحظه انا مش عندي بياناته كامله. لو عندي بياناته كامله كنت هقول لك هو راح امتى والفتره من كام لكام واتدرب فين واتدرب على ايه. لكن هتعلنوا هذه البيانات سياده اللواء ان في ناس سافرت صربيا اتدربت وخدت اموال لانهيار الدوله في مصر؟ ايوه. ده هيعلن امتى سياده اللواء؟ هناك والله الجهات المسؤوله هتطلع الكلام ده في توقيته المناسب يعني. ومتى هذا التوقيت من وجهه نظر؟ انتوا اعلنتوا الاتهام بالفعل. انا عضو في المجلس ولست المنوط بهذه النقطه. طيب بس اكيد هتقدر حضرتك تقول لنا ايه اهدافهم كم من ده؟ انهيار الدوله ازاي؟ يعني ايه الخطوات اللي هياخدوها لانهيار الدوله؟ هم بيقسموا الدوله لمجموعه من الاعمده وانا هقول لحضرتك عليها: الدين، التعليم، القضاء، رجال الاعمال، الشرطه، الاعلام، القوات المسلحه. لما تقرا الاحداث اللي على الارض من بعد خلع الرئيس المخلوع هتلاقي بداوا برجال الاعمال ثم التشكيك في رجال الاعمال، واحنا الفاسدين منهم كلهم موجودين في طرق ما عندناش مشكله. ثم دخلوا على الفتنه، والفتنه خدت عده مراحل. في احداث كانت عفويه زي حادث اطفيح، ولكن استثمر في القاهره امام مسبيرو وفي منشيه ناصر وصل موضوع للقتل، وفي 13 قتيل في هذا الحادث. ثم الاحداث بتاعت امبابه، وطبعا ما فيش حد يقول انها ما كانتش فعل فاعل، سواء حضرتك او اللي قاعدين قدام حضرتك كلهم، وانا بحييهم تاني. ثم بعد كده بدانا ندخل في الاعلام والسيوله الغير عاديه في البرامج التوك شو. ثم دخلنا على الجامعات وقانون الجامعات وحريه الجامعات، وبدا هذا الكلام يثار داخل الجامعات. ثم دخلنا على القضاء، وكلمه خطيره بتردد وتتداول الان وهو كلمه تطهير القضاء. الشرطه انهارت من يوم 28، ما بقاش فاضل دلوقتي الا القوات المسلحه. الموجه اعتبارا من يوم 8 مايو واحنا يوم 10 مايو بالظبط، 10 يوليو انا اسف، بدأ يظهر اعمال عدائية على الارض تورط القوات المسلحة. لما نقراها اللي طلعنا بناء عليها البيان اللي قاله اللواء محسن الفنجاري، وكان بيشاور بصباعه والدنيا سابت البيان كله ومسكت في صباع الفنجاري. لما نقراها نقول الاتي: ميدان التحرير، اغلاق مجمع التحرير، اعلان حالة عصيان مدني، تهديد مترو الانفاق، تهديد البورصة. نيجي لمنشأ حيوي زي قناة السويس، الاعتصامات امام مبنى الارشاد، القبض على 4 اجانب بيحاولوا يصوروا في منطقة قناة السويس. تعدي الشرق من القناة تلاقي خط الغاز بيتفجر للمرة الرابعة. تتحرك شوية في اتجاه الجنوب تلاقي طريق ميناء العوجة البري بيغلق. تروح على اسكندرية تلاقي 2 اجانب بيصوروا. تيجي هنا في القاهرة تلاقي 1 اجنبي واقف على كوبري 6 اكتوبر وبيصور المنطقة المركزية العسكرية الكائنة بمنطقة العباسية. لما نقرأ الاحداث دي على بعضها يبقى ده
حالة عايزة تورط الجيش او تخلي قوة أجنبية تقول لك لا ده ممر دولي، يعني احنا مسؤولين عن تأمينه. سيادة اللواء، أنا سألت حضرتك يمكن سؤال لعل حضرتك سردت بس تفاصيل مهمة، لكن من الجهات التي تقف كما تقول أنت وراء 6 إبريل وغيرها من المنظمات التي تتلقى دعم مالي اولا وتدريب؟ الدعم المالي اعلنته السفيرة الامريكية في لجنة في الكونجرس، قالت ان احنا دعمنا ب$40 مليون، دي مش حاجة من عندي، ودعمنا قبل كده بحوالي 70 مليون ورصدين مبالغ اخرى. وقالت في بيانها ان 600 جمعية اهلية من مصر تقدمت بطلبات للاعانة او المعونة. لما اتكلمنا مع البعض منهم قالوا لا احنا بنرفض هذا الكلام، والكلام اللي بيتم في الغرف المظلمة قالوا كده الدارك روم دولي، ده كلام مش مظبوط، انما لو في دعم يبقى من خلال المؤسسات اللي تتبع للامم المتحدة. مين غير 6 إبريل تلقت دعم وتدريب سيادة اللواء؟ يا فندم مين غير 6 إبريل تلقت دعم وتدريب؟ والله انا مش هعرض كل اللي عندي، واحنا دايما عندنا مبدأ يقول مش ليس كل ما يعرف يقال. طب على الأقل عددهم بعد إذن وليس حضرتك. كل ما يقال يعني هو عدد حقيقة. عدد يعني المنظمات دي. يعني حركة كفاية، حركة كفاية انا لا اتهم، خلي بالك. حركة كفاية دي مش مصرية، دي حركة اسمها كفا اناف، دي موجودة على مستوى العالم كله، موجودة حاليا في السودان، في شمال السودان، وموجودة في تونس، وموجودة عندنا في مصر نعم، يعني إذا حركة كفاية أيضا تتلقى لا دعم؟ أنا ما قلتش حركة كفاية تتلقى دعم، أنا كلامي واضح. تفضل. في 600 جمعية تقدمت بطلبات للإعانة من السفارة الأمريكية في مصر. هذا ما أعلنته السفيرة الأمريكية اللي لسه هتيجي، مش اللي موجودة سكوب اللي مشت، لا اللي لسه هتيجي بنهاية هذا الشهر. برضو الموضوع ده مش موضوع، انا الموضوع اللي انا بقول عليه ان هناك من يحاول ان يحدث وقيعة بين الشعب والقوات المسلحة. لو الاستاذ احمد او الاستاذ محمد، انا مش متذكر الاسم، الاستاذ محمد ابراهيم، الاستاذ محمد انا جالي الدكتور ممدوح حمزة يوم 10/7 لما قلت له بدل ما انتوا واقفين في التحرير تعالى نتكلم ونشوف مطالبكم ايه. جميل. جاب لي كشف فيه 7 مطالب. كويس. يوم 20/7 الدكتور ممدوح حمزة جاب لي كشف تاني. من يوم 10/7 لغاية 20/7 حدث الآتي: رئيس الحكومة قال بيانه الأولاني، والبيان آخر كلمة كان بتنتهي الكلمة اللي بعدها اعتصام، حتى ما حدش حلل ايه اللي موجود في البيان. أصدر البيان الثاني يوم 11/7، أصدر المجلس الأعلى بيانه الشهير بصباع اللواء محسن الفنجري يوم 12/7. تقريبا بيان رئيس الحكومة وبيان المجلس غطى ال7 نقاط. امبارح او يوم 20، بلاش امبارح، يوم 20 جالي كشف تاني بمطالب جديدة وصل عددها طبقا للاوراق اللي امامي ل31 مطلب. منهم مطلب من مين يا سيادة اللواء؟ مين اللي بعت لك المطالب؟ دكتور ممدوح حمزة. دكتور ممدوح. بيان المجلس، مسودة بيان المجلس الاعلى لتحقيق اهداف الثورة وطموحات شعب مصر العظيم. كويس. في 31 مطلب. البيان الاولاني مكتوب عليه كده بيان من القوى الوطنية، توافق على هذا البيان في نهاية البيان، يعني القاهرة 10 يوليو، توافق على هذا البيان 130 من الكيانات السياسية، احزاب وحركات وكيانات مجتمعية ونقابية. دول كانوا 7 مطالب يوم 10. يوم 20 بقى 31 مطلب. منهم مطلب اتكتب قبل القانون بتاعه ما يصدر، يعني في البيان الاولاني او في بيان المطالب الاولانيه: الغاء قوانين تجريم الاعتصامات. اولا ما عندناش قانون اسمه تجريم الاعتصامات والاضرابات السلميه، احنا لم يصدر قانون من المجلس الاعلى ولا